السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل الناس اللي هتتابعني، واتمنى اني ان شاء الله اكون حد خفيف عليكم، واتمنى ان وصفاتي تعجبكم وتكون سهلة وتقدروا تنفذوها. اتمنى اساعد اي حد، عروسة بقى جديدة، مامي مثلا عايزة تجدد لولادها اي حاجة. الاكلة اللي احنا امبارح نزلنا عليها فيديو تمهيدي، النهاردة هنعملها مع بعض. هي عبارة عن الكبسة بالدبابيس. هي عبارة عن عادي الكبسة اللي احنا كلنا عارفينها، طبعا دلوقتي بقت منتشرة وكل ستات البيوت ما شاء الله بقت شطورة خالص وبتعملها. احنا هنعملها بس ايه، هنحط فيها الدبابيس. المقادير بتاعت اكلتنا النهاردة عبارة عن بصل متخرط عادي جدا زي ما احنا متعودين، حابة تضربيه في الكبة عادي، حابة تعمليه بايدك. الرز، في ناس عايزة تحط رز بسمتي مفيش مشكلة، حابة تحطيه رز مصري على فكرة برضو بيبقى حلو ونفس الطعم هو ما بيختلفش، بس الرز البسمتي بيكون خفيف شويه، يعني بتحسي ان هو اخف شويه من الرز بتاعنا. بس في الزمن اللي احنا فيه والاسعار اللي احنا فيه اعملي رز مصري عشان تقدري تشبعي ولادك الصراحه، يعني الحاجه بقت غاليه فربنا يعيننا كلنا على الحاجات اللي احنا الاسعار اللي بقينا كلنا بنسمعها. ده عباره عن الزيت اللي هنستخدمه طبعا في الاكل، وديت البهارات عباره عن كاري، كركم، الليمون طبعا كلنا عارفينه المجفف، ورق اللورا، التوم ده توم وانا مقطعاه صغير، الحبهان، الملح، وطبعا عيدان القرنفل. هنبدا مع بعض الطريقه وان شاء الله تعجبكم وتكون سهله واي حد يجربها بقى يبقى يقول لي ايه رايه وعجبته ولا لا. هنبدا الطريقه. احنا طبعا حاطين الزيت، اول حاجه بنحطها بعد الزيت هو البصل. نحط البصل بقلب. على فكره لو سامعين صوت تسقيف ده ابني بيشجعني اول فيديو ليا وبيشجعني. بقول لكم هاي كمان، يعني من اول مره كده محمد حابب ان هو يتعرف عليكم اكتر. ومعايا اخت. تمام، اصبر شويه على البصل لغايه طبعا ما يصفر. البصل الاحمر بيكون سريع شويه، ما بياخدش وقت على النار، لا بالعكس بيصفر بسرعه وبيبقى اسهل يعني من البصل الابيض، بياخد وقت اكتر. تمام، ادينا حطينا كده البصل على النار اهو، ونبدا اهو بنشوحه زي ما حضراتكم شايفين. وهبدا بقى احط الدبابيس. طبعا انزل على طول بالبهارات بتاعتي. انا مش قادره بامانه اقول لكم، بامانه يعني الريحه عامله ازاي، الريحه حلوه جدا جدا. بحاول بقى اني اخلي كل الدبابيس تشرب من كل البهار ده بالمنظر ده اهو. بصوا المنظر عامل ازاي، عايزه اقول لكم بتبقى تحفه تحفه. بصوا بقى الجمال، هنزل عليها يعني مش اكتر من كوبايتين ميه. معلش الاطقم دي عشان تسلس، فهي طبعا بتتلسع بسرعه، بس الاكله ما فيهاش اي حاجه. الاكله اللي انتوا شايفينها حلوه جدا، البصل بتاعنا حلو جدا، لونه حلو جدا، الاكله مظبوطه الحمد لله. وهحط كوبايتين كمان ميه، مش هحط عيار الرز دلوقتي، هحط بس على مقدار سوى الدبابيس. احنا كده خلصت بقى، بدات تستوي. عايزه اقول لكم ان هي ما شاء الله بقت زي الزبده. هاخد الدبابيس هطلعها وهدهنها سمنه، زبده نباتي زي ما انتم بتحبوا، وهدخلها الفرن بس على الشوايه، مش طبعا خلاص هي زبده. شايفين شكلها، شايفين لونها. انا عايزه اقول لكم بقى طعمها،
انا عايزه اقول لكم ان اصلا الشقه ريحتها كلها مقلوبه، يعني جيرانك هيخبطوا يسالوكي في ايه. الميه هعمل فيها ايه؟ هزود الميه دي على عيار الرز بتاعي. يعني شوفي انت مقدار الرز اللي انت هتعمليه كيلو ونص 2 كيلو الا ربع، هتزودي الميه عادي على الاساس دوت. والفراخ هدخلها دلوقتي الفرن زي ما قلت لك. ادي الميه اهي، او خلاص بقت عامله زي الشوربه، يا دوبك بتغطي الدبابيس، لان الدبابيس الصغيره مش هتاخد سوا. وهغطي عليها بقى وهنسيبها، مش هتاخد وقت كتير يعني لغايه ما الدبابيس تستوي وهنرجع نكمل. بصوا بقى، انا هحط كميه الرز اللي انا بالنسبه لي مناسبه لي انا والولاد، وهسيب الرز هيستوي. بالنسبه عايزه اقول لكم على معلومه بالنسبه للبهارات. طبعا في ناس بتقول مثلا البهارات صحيحه، لا بصوا يا جماعه، انا بحب البهارات صحيحه، لاني لو اضطريت اني اصفي البهارات هضطر اني اصفي البصل، صح ولا لا؟ فانا الصراحه بحب البصل جدا، والبصل بيخلي الحاجه مكرمله ومسكره، فانا مش هصفي البهارات، هعملها كده ببهاراتها. ولما بحط الرز بفضيه عادي، البهارات الصحيحه بتتشال حتى لو بالايدين. ونسيب بقى الرز. رجعت لكم تاني، حابه افرجكم شكل الدبابيس بعد ما طلعت من الفرن. حاجه مش قادره اقول لكم، لذيذه جدا. الولاد كمان هيحبوها جدا، لان طبعا ولادنا بيحبوا يمسكوا الدبوس وبيبقى سهل عليهم في الاكل وكده. تحفه، الريحه حلوه جدا. هوريكم كمان الرز اهو خلاص، والفراخ اهي. هغرف بقى كل دوت وهوريه لكم بقى في طبق التقديم. ادينا بقى خلصنا وهنبدا نغرف. صدقوني يا جماعه الاكله تحفه 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 تحفه، هتعجبكم. ده الليمون بقى لانه استوى جامد. انا بحبها، ريحتها حلوه جدا. هتعجبكم جدا، هتعجب ولادكم كمان وهيحبوها. يا رب يا رب تكون الطريقه دي يعني سهله وتقدروا تنفذوها وتعجبكم يا رب كده. واهم حاجه، لان ده اول فيديو، فانا يعني هيفرق معايا جدا 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 جدا. انا بس هجيب كده على بقى على جنب بس التوابل الصحيحه. ان انتوا تقولوا لي بقى، يعني عايزه تقولوا لي ايه رايكم، اللي جرب حاجه يقول، اللي نفسه في حاجه بقى نعملها. ساعدوني بقى يا جماعه. عايزه اقول لكم انا ممكن اكون متوتره شويه، مش مظبطه حاجات كتير. ده اول فيديو ليا الصراحه، وفعلا انا يعني متوتره الصراحه، مش ما اكدبش عليكم. فيا رب الفيديو يعجبكم، الاكله كمان تعجبكم. يعني انا حابه ان انتوا كمان تحبوني انا كمديحه. لاني دايما لما بتابع حد بحس انه بيبقى في حاجه كده، صداقه والفه ومحبه ما بينه وما بين الناس اللي بتبقى عنده على القناه. فانا احب ان ده يحصل. بصوا فراخنا بقى، بصوا فراخنا بقى، بصوا دبابيسنا وجمالها، بصوا الحلاوه يا جماعه. الاكله هتعجبكم ان شاء الله. يعني انا بتمنى من ربنا عز وجل ان الاكله فعلا. بس هنضف كده مكان وانا بحط الرز بس. يا رب الاكله زي ما قلت كده عجبكم. وده شكل اكلتنا في الاخر، وبالهنا والشفا يا رب على كل اللي يجربها. ويا رب اكون كنت حد خفيف عليكم. مع السلامه.